ابن الفنانة بتول كاظم استشهد؟ لا، هذا الهوى يلتم علي منين ما ذكروك، ودق رجلي وظل بعازة الخنقة. فيلم الشهيد علي رشم من تأليف الكاتب علي فالح وإخراج مصطفى جعاري، مساعد المخرج ومنتج منفذ علي قاسم. الفيلم يتحدث عن الشاعر والمجاهد والإنسان علي رشم بعد ما قضى شهيداً إبان أيام التحرير، شهيد الكلمة والصحافة والقصيدة والحرية. شبيه علي رشم الأول والأربعين هو البصري محمد عساف، وكاركتر الأم والأب النجمة بتول كاظم، والأكاديمي الدكتور والتدريسي عبد الله السالم. بس المحترق يفهم حكي الدخان ويعرف حرورته ويفهم سبب علته. فريمات هذا الفيلم كمدير تصوير مهدي فلاير ما استندت على عاطفة أبداً، بقى التركيز على نوازع الشخصيات وتجسيدهم الحقيقي للنسخ الأصلي. علي رشم كان قريب من عدنا كشباب عراقيين، بشعره، بروحيته الخضراء، بفزعته، بعلاقته العذرية بحبيبته اللي كانت مصبرته بالتحاقه للجبهات. وجسدت كاركتر الحبيبة الممثلة فرح ماجد. من نموت برودتك خليها عالتابوت وبيدك كون نعش جناز تطبق. أصدقاء علي كانوا علي الأسدي وصادق الحاوي، ياسر، إكرام، عبد الله عمران، حيدر الجنوبي، بمشاركة للمرة الأولى للممثل الشاب محمد الصحاف. وللمعلومة العمل بصري بامتياز، العمل بصري قح وبجهود ذاتية قح. أنا تواصلت مع الفريق، تدرون من وين وفروا أجور العمل؟ باعوا سيارات. التوجه للجنوب سينمائياً ودرامياً يعكس أمرين اثنين. الأول أنه محافظات العراق لا تقل بل وتتعدى أحياناً فنياً العاصمة بغداد. الأمر الثاني روحية علي رشم ستصل إلى أقاصي الشاشات العراقية من باكورة البصرة السينمائية.